متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لن تصدق ماذا قال روبرتو فيرمينيو عن رياض محرز بعد مباراة الأهلي والسد، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. رياض محرز هو تجسيد الحقيقي للموهبة والإبداع في عالم كرة القدم. إنه لاعب يمتلك مهارات فنية استثنائية، يستطيع أن يراوغ بسهولة ويسجل أهدافا مذهلة بقدمه اليسرى التي تعتبر واحدة من الأفضل في العالم. محرز لا يقتصر على اللعب الفردي فقط، بل يعرف كيف يخلق الفرص لزملائه، ويتميز بقدرته على تغيير مجريات المباريات بلمسة واحدة أو تمريرة ذكية. أكثر ما يميز محرز هو هدوءه تحت الضغط، رغم أنه يلعب في فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي، إلا أنه لا يبدو متأثرا بأجواء المباريات الكبيرة، مما يجعله دائما في موضع القيادة. انضباطه، هزيمته واحترافيته جعلته واحدا من أفضل اللاعبين في جيله، وترك بصمة واضحة في كل فريق لعب لها. إذا كنت تحب كرة القدم الحقيقية فلا شك أن محرز هو أحد اللاعبين الذين يأسرك أسلوب لعبهم ويشعلون شغفك بالمستديرة. قدم رياض محرز نجم أهلي جدة أداء استثنائي في مواجهة التصدى القطري، مانحا فريقه الفوز بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دوري المجموعات في دوري النخبة الآسيوي لموسم 2024-2025. تألق محرز البالغ من العمر 33 سنة بتسجيل هدف وصناعته لآخر يعزز سجله التهديفي بإجمالي 10 مساهمات في 7 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة. وقال محرز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: مهمتي الأساسية هي صناعة اللعب أكثر من تسجيل الأهداف، لكن لا يوجد لاعب في العالم لا يرغب في التسجيل. وأضاف: الفريق في حالة ممتازة وقدمنا أداء جيدا، نطمح للحفاظ على هذا المستوى في جميع المباريات القادمة. وأكد روبرتو فيرمينيو بأن رياض محرز قدم مباراة قوية، حيث قال: هذا ليس بغريب عن لاعب صال وجال في الملاعب الأوروبية، أنا حقا معجب بما يقدمه، لقد كان عند حسن ظن الجماهير الأهلاوية، وما يعجبني أكثر هو هدوءه داخل الملعب، وكذلك طريقته تعامله مع الضغط الجماهيري، إنه لشيء لا يدعو للفخر. ما رأيكم بما قاله روبرتو فيرمينيو؟ أجيبنا في التعليقات.